كيف بقنعك ان هذا الطفل في مباراة الامس هز وارعب وسط نيجيريا بالكامل واهل المنتخب المغربي للنهائي؟ نائل العيناوي. قبل لا نتكلم عن مستواه المرعب في الامس لازم نتكلم عن والده يونس العيناوي اللي يعتبر واحد من افضل الرياضيين في تاريخ المغرب في التنس، المصنف 14 عالميا وصاحب اطول مباراة في تاريخ التنس استمرت لاكثر من 5 ساعات. 5 ساعات قدمها من الصمود والاصرار والتركيز والصبر، لا غرابة على صمود ابنه في مباراة الامس. كسب معركة الوسط بعد ملحمة طاحنة بمعنى الكلمة ضد منتخب مرعب ومرشح للبطولة. 120 دقيقة كاملة ما شاء الله من التركيز والقوة والروح العالية، دفاعيا كان حاضر، هجوميا كان حاضر، ولما اتجهت الكرة لركلات الترجيح كان العيناوي أول من ينفذ. كلنا عارفين المنفذ الأول كمية الضغط والتوتر اللي يكون عليه، ولكن تبارك الله أتمنى الجميع يذكر الله على هذه الجوهرة. نائل العيناوي وضع الكرة في الشباك بكل هدوء وزرع الثقة بلاعبي المنتخب المغربي اللي تأهلوا لنهائي الأمم الأفريقية. ألف مبروك للمنتخب المغربي، والله أسعدتونا بمعنى الكلمة، وصلنا للنهاية. أتمنى ما تنسوا الإضافة.